وسهلا ومرحبا. بالنسبة لهذا التصريح ديال الرئيس ديال ليبيا، أعتقد بأنه حاول رد الاعتبار للخصوصية ديال شمال إفريقيا، اللي هي الأمازيغية، الهوية الأمازيغية. وإن كان الأمر متأخرا ولم يأتي فقط يعني بالتباحي أو وإنما جاء انطلاقا من نضال للأمازيغ في شمال إفريقيا، بحيث أن الأمازيغ عانوا من الاستبداد العروبي البعث من خلال النظام السابق الذي كان ممنوعا حتى الكلام بالأمازيغية، بالكلام باللسان الأمازيغي. أعتقد بأن مسألة الوجود الأمازيغي فهو يفرض نفسه انطلاقا من يعني مجموعة من الخصوصيات، سواء تعلق الأمر بالأعراف أو القوانين الأمازيغية، أو أيضا بالمجموعات الغنائية، وأيضا باللباس، وأشياء مهمة جدا نميز بها عن باقي الدول أو باقي الشعوب، فهي خصوصيتنا بصفة عامة في بلاد تمازغ أو شمال إفريقيا ككل. على أي بالنسبة للأمازيغ هي تبقى حاضرة، والأرض هي التالوت، عفوا الأرض هي ما يمكن أن نستنبطه من هذه الأرض هو هذا اللسان. فالجبال تتكلم الأمازيغية، أغلب الجبال في المناطق شمال إفريقيا كلها بالاسماء أمازيغية، كما السهول أيضا، وأيضا المدن والمناطق والقبائل. على أي فما زالت الأمازيغية محفوظة في الصدور كل أمازيغي، رغم الاستبداد ورغم محاولة يعني قبر كل ما له علاقة بهذه الخصوصية. على أي نفتخر بالأمازيغ في ليبيا الذين استطاعوا رفع اللبس ورفع التأثيم على كل ما هو أمازيغي. الآن نفتخر بهم لأنهم استطاعوا في ظرف وجيز رغم كل هذا التهميش أن ينصفوا يعني في الحقيقة التاريخية، وأن يردوا الاعتبار لحضارتهم الأمازيغية. إذن أيوز لمزيغ ليبيا. وبالمناسبة أيضا الرئيس الليبي تحدث على أن من حرية الأمازيغ أن يسموا بأسمائهم وأن يسموا مناطقهم بأسماء الأمازيغية، لكنه أيضا ورد على أن هناك أسماء عربية وأسماء إسلامية. الدلالة بالنسبة لهذه الأسماء هي ترتبط أساسا بما يسمى بالنسبة للأسماء العربية ما يسمى ما قبل الجاهلية، حيث ما زلنا نرى بحكم التعريب في التربية والتعليم نجد أن هناك استعانة بالشعراء عرب في مناهج الدراسة خاصة، وأن هذا يعني التراكم في الشعر وفي الأدب يعني تم تسليطه أيضا وفرضه على الأمازيغ. لذلك نرى أن بعضهم يسمى بأسماء مثل عنتر وغيرهم من الصعاليق والشعراء الذين كانوا في ما يسمى بالجاهلية. أعتقد بأن هذه الأسماء فرضت عليهم لاعتبار بأن المدرسة العمومية ديال الدولة كانت تفرض مثل أو الأطفال بصفة عامة كانت تفرض عليهم أن يتباهوا بهذه الأسماء. غير أن الأهمية الكبرى في حديثه أيضا عن أسماء الإسلامية تكمن في الصراع التاريخي الذي كان بين الشيعة والسنة في شمال إفريقيا، عندما اعتقد اعتنق الأمازيغ الإسلام. فذلك نستحضر بأن كان صراعا بين السنة والمذهب الشيعي، لعل أتباع علي بن أبي طالب يوظفون أسماء مثل الحسين والحسن وعلي إلى آخره. فهذه الأسماء غالبا ما تتلقى من طرف السنة في صراعها، وما زالت الذاكرة الشعبية تحتفظ بهذا الصراع بأسماء قدحية ما زالت واردة. فنتحدث مثلا عن علي توزنين، علي الطالب، علي
الجاء إلى آخره، كل أسماء قدحية وظفها السنة ضد الشيعة في شمال إفريقيا. عكس أيضا بالنسبة لأسماء السنة كمثلا عمر أو عثمان إلى آخره، فهذه الأسماء هي الأخرى واردة انطلاقا من هذا المذهب. على أي نرى بأن مسألة توظيف هذه الأسماء تعيد بنا إلى الذاكرة على أن المنطقة عرفت نوعا من الصراع، سواء على مستوى المذهبي وعلى الصراع أيضا على مستوى فرض ثقافة العروبة على الأمازيغ. ولكن بالمقابل نجد بأن الأمازيغ الآن فطنوا لهذه الصراعات وهذه الألاعيب، وأظهرت بأن هذه المقاربة لم تعد صالحة، وأن الأصل ديال السكان ديال شمال إفريقيا هم أمازيغ، يجب رد الاعتبار لخصوصياتهم وأيضا لأسمائهم وأيضا لاستفادة من ثرواتهم. هذا هو الأهم، لأن الإشكال المطروح الآن في توظيف هذه العروبة والإسلام السياسي بصفة عامة لا بد من العودة إلى ما وقع في عهد العباسيين، وكيف تم توظيف هذه الإيديولوجيا من طرف خصوصا القوى الغربية، وأخص بالذكر تيار الرومانة كانت دائما تستعمل الإسلام السياسي كما كانت تستعمل العروبة أيضا لسرقة ثروات الأمازيغ، وأيضا لوقف ضدهم، لأن الأمازيغ عبر التاريخ فهم منفتحين على كل الشعوب، وهو ما ترفضه الغرب خصوصا فرنسا التي ترى في ذلك خطورة عليها، نظرا لكون الأمازيغ اهتماماتهم أكثر توازي اهتمامات الأوروبيين بالدرجة الأولى. تصوروا لو لم تكن هناك العروبة والإسلام لكنا منافسين للدول الغربية، خاصة الدول الأوروبية، وهو ما فطنت له هذه الأخيرة التي تحاول قدر الإمكان بجعل المنطقة ديال شمال إفريقيا عروبية وإسلامية حتى لا يتسنى هؤلاء الأمازيغ لمنافستها. والدليل القاطع هو التكتلات لهذه الأنظمة الدول التي صنعتها الإمبريالية الغربية ووضعت لها حدودا، رغم أنها لم تسجل يوما في التاريخ على أننا كانت هناك حدود بين هذه الدولات في وطن تيموزغا. وأعتقد بأنه الآن حان لكشف وتوعية السكان الأمازيغ بأن الهدف الأساسي في إبراز خصوصيتهم هو جعل دول أو جعل هذه المناطق بصفة عامة على وعي بأهمية هذه الخصوصية ورد الاعتبار الحضاري والتاريخي واللغوي للمنطقة لمنافسة القوى التي دائما ترفض رفضا قاطعا أن يكون أي تكتل بين شعوبها، نظرا لخطورة هذا التصور بالنسبة للأوروبيين. فأوروبا دائما ترى في الأمازيغ كما عادتها منذ صراعها مع الإمبراطورية الرومانية وقوى أخرى على أنها تشكل بالنسبة إليها منافسا موضوعيا، خاصة وأننا نتذكر تلك الوقائع والأحداث بين الرومان والأمازيغ، واضطروا خلالها إلى انسحاب من المسيحية وقيام ثورة إدمون، هذه الثورة التي كانت قد طردت تيار الرومان من شمال إفريقيا. وأصبح دائما هذا الحدث أصبح ذاكرة للأوروبيين لعدم رد الاعتبار للأمازيغ في شمال إفريقيا. أيوز إمازيغ ليبيا أركنس نمير أرونتيني أيوز نون، ومزيدا من الاستمرار في بناء الكيان، في بناء الخصوصية، في بناء الوجود تنمير نون أرتكليتيون.